مساء الخير، معاكم ديفيد. النهاردة بداية سيريز جديدة على التشانل وهي ديف اوبس فروم زيرو. في السيريز دي هناخد كده جيرني مع بعض هنفهم فيها ايه هو الديف اوبس وايه الرول بتاعه وبيعمل ايه بالظبط في الشركة وايه responsibilities والتولز والتكنولوجيز كمان اللي هو بيستخدمها عشان يابلاي البرنسبلز بتاعت الديف اوبس. وبداية من النهاردة هنتكلم عن ايه هو اصلا الديف اوبس وايه الميس اندرستاندينج اللي ممكن تيجي في دماغنا وايه بالظبط اللي هو بيحاول يعمله وايه هو الهدف بتاعه في اي مكان بيبقى فيه. اول ميس اندرستاندينج ان الناس بتفتكر ان الديف اوبس ده رول لسه جديد. لا، هو دي حاجه كانت بتحصل زمان، وهو ان كان عندنا تو تيمز، ديفلوبرز والاوبريشنز. والتو تيمز دول مسؤوليتهم ان هم يعملوا ديليفر الفيتشرز الجديده للاند يوزر. طيب، فالديفلوبر هو بالنسبه له انا بكتب الكود ده انا راح بعته للاوبريشنز. الاوبريشنز هو المسؤول ان هو يعمله ديبلويمنت، هو اللي بقى يديه للاند يوزر. ففي بارير هنا بين الاتنين، ده مش شايف بالظبط ده بيعمل ايه والعكس صحيح. فبالتالي لو حصل ايرور عند اليوزر واليوزرز ما بقوش مبسوطين من السيرفيس، الاوبريشنز تيم كل اللي هيعمله ان هو هيبليم الديفلوبرز ويقول ان اكيد الايرور في الكود، لان هو ما يعرفش، هو بالنسبه له الكود ده بلاك بوكس ما يعرفش، فهيبليم الديفلوبرز. فالديفلوبر من ناحيته هو كل اللي هيحاول يعمله ايه ان انا طيب هشوف الكود ده ايه المشكله اللي فيه واصلح البج وابعته لك تاني يا تيم الاوبريشنز عشان نطلعه لليوزر ونشوف هل اليوزر هيبقى مبسوط دلوقتي ولا لا. ده مشكله، ده بيوريك ان في باتل نك رهيب جدا في قد ايه الريليزز بتاعتنا كسايكل سريعه. فبالتالي الريليزز بتاعتنا بطيئه جدا لان السايكل نفسها بتاخد وقت ما بين الديفلوبر بيكلم تيم تاني والتيم ده بيرجع يكلمه لو في مشكله في الكود، وباك اند فورث كتير جدا. وكمان الكونفيدنس بتاعتنا بتاعت الكود قليله جدا. ليه؟ بالنسبه للديفلوبر هو عمل تيست للشغل بتاعه على الماشين بتاعته، الكود بالنسبه له شغال، ولكن مفيش حاجه خالص الاوبريشن تيم بيعملها عشان يشوف هو فعلا الكود ده هيشتغل مع كل اليوزرز في كل الكيسز اندر كل السيركمستانسز اللي بيمر بيها اليوزر ولا لا. فبالتالي احنا بنبقى مطلعين الفيتشر، طبعا غير ان هي بتبقى بطيئه، كمان الكونفيدنس قليله والريلايبيليتي كمان قليله، لانه مفيش الايديا بتاعت ان انا بشوف السيستم بتاعي بيبيهيف كويس ولا لا. مفيش فكره ان انا كديفلوبر ابقى دايما شايف الكود بتاعي اخباره ايه على البرودكشن او في الانفايرمنت اللي الكود فيها وصل لليوزر. فجيت ديف اوبس as a mindset as some principles عشان تعالج المشكله دي. فقبل ما يبقى الديف اوبس كارير باث وشغلانه معينه الناس بتشتغلها، هي طريقه تفكير ان احنا عايزين نعالج المشاكل دي، عايزين نحل البوتل نكس دي. ان انا عايز العلاقه من الديفلوبر اوبريشنز تيم خلاص ما يبقاش في بارير خالص. انا الكود قادر ان انا اطلعه لليوزر، قادر ان انا اطلعه برودكشن بسرعه جدا، ومش كل فين وفين، لا ده اي سمول تشينج بيمر بسايكل سريع يطلع لليوزر وهكذا وهكذا. فالريليزز بتاعتنا تبقى الفريكونسي بتاعتها اعلى وتبقى سرعتها اكتر، وبالتالي ده الامباكت بتاعه على البيزنس وعلى المكان اللي الرول ده موجود فيه امباكت كبير. طيب، الحاجه التانية هي حته الكونفيدنس والريلايبيليتي. الكونفيدنس الميزه كمان ان من الديف اوبس برنسبلز بتاعتي ان انا اضمن ان الكود بيمر بحاجه ليتس سي دلوقتي ان هي اسمها سي اي سي دي، هنتكلم عنها بالتفصيل قدام. والسي اي سي دي ده بيقول ان انا اي كود تشينج هيمر بشويه حاجات، والحاجات دي هي اللي على اساسها انا بحدد انا واثق بنسبه قد ايه. فالحاجات دي براكتسيز تخليني ابقى واثق اكتر في الكواليتي بتاعت الحاجه اللي طالعه. ممكن تبقى الحاجات دي ان انا برن تيستس، برن شويه فاليديشنز، ايا كان النوع، ولكن في الاخر هي هدفها ان هي تركز ان هي تخليني اضمن الكواليتي او الكونفيدنس بتاعت الكود بتاعي تبقى عاليه. وفي حاجه تانية مهمه، ان الديف اوبس مش فكره ان هو دوكر وكوبرنيتيف ولينكس ونتورك والحاجات دي. هو مش بس ان هو الحاجات دي، هي زي ما قلنا الديف اوبس مايند سيت، والمايند سيت او البرنسبلز دي عشان انا اقدر اعملها ابلاي فعلا هحتاج تولز وتكنولوجيز.
ودلوقتي دي حاجات بتتطور بسرعة كل يوم، فالحاجات دي كده كده هنتكلم فيها وكده كده هنتعلمها ونفهم هي شغالة ازاي ونتكلم عنها اكتر. ولكن لما اجي اعرف ديف اوبس مش defined بالحاجات دي، وده بالنسبة لنا المهم ان احنا نبقى عارفينه النهاردة. ديف اوبس انجينير هو رول عشان يقدر يابلاي ديف اوبس برنسبلز في المكان اللي هو موجود فيه، وده اللي بيحاول يضمن ان انا releases تبقى more frequent واسرع، more confidence. وكمان الجزء المهم اللي هو reliability، واللي ده بيتحقق بالمونيتورنج، انه بدل ما كان الديفلوبر زي ما بنقول كده ايه عايش في قوقعة بعيدا عن الانفايرمنت اللي اليوزر بينتراكت معاها، لا هو دلوقتي يقدر بشوية حاجات غير انه بقى confident اكتر شوية، يقدر بشوية tools وشوية practices الديف اوبس انجينير موفرها له ان هو يقدر يبقى عنده visibility monitoring للسيستم، فبالتالي يقدر يعرف المشكلة قبل ما اليوزر ما يريبورت ليه المشكلة، فابتدي يقدر يحل الكود او يحل المشكلة دي او يريبورت للديفلوبر بشكل اسرع بكتير عن اللي كان بيحصل زمان. فبالتالي ده خلاني ابقى برو اكتف كمان في شغلي، او الديف اوبس برنسبل ساعدت الانفايرمنت تبقى انفايرمنت برو اكتف في ان انا بحل المشاكل، لو في مشكلة اقدر ارجع واعمل رول باك، ودي حاجة هنتكلم عنها برضو قدام، لفيرجن تبقى شغالة وهكذا. ده سرع البروسيس دي كله، انه الديفلوبمنت لايف سايكل بتاعتنا تبقى سموث اكتر، تبقى اسرع، وتبقى فيها كونفيدنس اعلى وريلابيلتي اعلى. لو انترستد يا جماعه بالسيريز دي وبالتوبكس دي، بليز اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للتشانل وفولو السيريز دي، وان شاء الله كل يوم سبت بالليل هننزل ابيسود جديده.